إن كنتم من مرتادي محلات الأكل السريع وممن لديهم الثقة العمياء، فحتماً ستصابون بالصدمة لما التقطته عدسات كاميراتنا. كلمة الأكل السريع هي توضح نفسها بنفسها، انه سريع معناتها الطهي تاعو ماهوش طهي بالطريقه المثاليه. او مونج نيمبورت كوا، ما كاينش لي جيان. ندخل انه كان يتندر يوميا دي جروب يخرجوا، والله غير كاين يصيبوا عجب. بعد أشهر متتالية من الغلق، المطاعم ومحلات الأكل السريع تعود إلى النشاط وفق تدابير وإجراءات وقائية صارمة، لعل من أهمها تنظيف المحلات وتزويدها بمعقمات. قرارات قوبلت بالارتياح من قبل أصحاب محلات الأكل السريع والمواطنين الذين أصبحت تستهويهم الوجبات السريعة وأضحت تمثل الوجبة الرئيسية في يومياتهم، خاصة بالنسبة للطلبة والموظفين. لكن هل يعلم الجزائريون ماذا يأكلون؟ وهل صحيح أن غذاء الجزائريين ترعاه أيادي آمنة؟ هذه المحاور وأخرى سنجيب عليها وسنقف عليها في خرجتنا الميدانية في هذا العدد من برنامج خلف الستار. أهلا بكم. هنا العاصمة، الساعة تشير إلى منتصف النهار، حركة كثيفة للمرة، الكل يبحث عن مطعم أو محل لبيع الأكل السريع ليسد جوعه ويروي ظمأه. lorsque le ventre crie famine ما على بالناش كامل نروحوا ديريكتومون نشموا الريحه. هاي الريحه تاع هذا الفاست فود، هذه تاع الماكله، تبان ريحه طيبه وتدينا العقل. صافي حنايا ديريكتومون اون سو ديريج نتواجهوا للفاست فود. هذه المغامره يمكن ان تكون العواقب تاعها وخيمه. انا ما ناكلش في الخنقه، سي جو مونجي يا بسكوي هذاك اللي خرج من الوثين حوايج خفاف، مي باش نروح نقعد في ريستورون يحط لي واش يحب، اسكو هو يديه نقيقيين، اسكو عنده كورونا ولا ماشي كورونا. لا بروبرتي دي ليو، دونك نلقى سوفون ما نلقاوهمش يخدموا بلي غون alors que normalement ils font les préparations avec les gants, la fraîcheur تاع les produits, le nettoyage qui ne se fait pas souvent. بداية تحقيقنا كانت خرجة فجائية مع أعوان الرقابة، بداية كانت صادمة من أحد محلات بيع الأكل السريع بالعاصمة، مشاهد مقززة وكريهة. الحاجة الأولى صباح كي ندخلوا هذه كرة اللي نلقوا فيها البطاطا. معليش ما قلتلكش. كي نكملوا خدمة كامل كاين واحد اللي يخدم من لهنا. تسمى ما كاش البوج. ما دوك مش قضية تبوجي ولا ما تبوجيش، قضية كل حاجة وبلاصتها. هذه حاجة تحضيرة غذائية. انت راك وجدت لاصوص تاعك، ما لازمش توجد وين تحط الستوكاج تاعك. يا ترى وين دوزن كما يقولوا، وين تخدم وين تحضر توجد الماكله، لازم تكون بعيده على الاشياء كما هذه مواد اوليه لازم تكون وحدها. هنالك من كان ينتظر اعاده الفتح، يعني دون اتخاذ اجراءات، لانه خطر ماهوش غير في فيروس كورونا، كاين جراثيم ايضا، اذا ما مات بالفيروس قدر يموت من هذا الجرثوم. مأكولات محفوظة بطرق عشوائية ودون احترام شروط التبريد والحفظ. ولازم يكون نظام. انت دوك كان لا في ديورنا نديروا هكذا. شوف هذه عجينه، شوف ساشي عجينه سبحان الله. وهذه شحال عندها هذه العجينه؟ تاع صباح هذه. إيه لا وليدي هذا بالطريقه هذه الفوضويه. شوف هو يمشي هذا وطافي. شوف شحال راهي وليدي، اروح شوف شحال هاي 23. هي شحال لازم تكون؟ كان المفروض تكون بين 4 6 درجات، سي اونتر 4 و 6 دوغري. الفريجيدير تاع كذا وفاسد. او ناقصه موش يبرد، ها
هاي فاترو ها في البرودوي لي ميم ميم شوز. لا وش هذا يا شاف هذه كارثه هنا. وهذا واش ما لقيتيش لاصوص هذه؟ وقتاش درتها؟ ولا ما غطيتهاش. شوف هي سخونه ودخلتها في البرود ديريكت. كان المفروض هذه تقعد حتى تبرد باش تدخلها. شوف وراه الغطاء تاعها. وكنت ندير السنيوه هذيك المسخه من فوق وهذه من تحت ولاصوص من تحت. كلش مسخ. هذا تاعنا حنا تعرف. وهنا كاين ولا ما عندكش؟ الصادم أن صاحب المحل يجهل أبسط الشروط الصحية. هذا اوتوريزي؟ هذا تاع لابوبير. صح نورمال تقدر دير فيه تاع العجينه باسكو العجينه لازم لها تروبوزي في حاجه بلاستيك. معليش مادام تحضر العجينه ودير لها حاجه تاع بلاستيك كاين بما يسمى البلاستيك الغذائي. يا سكون ابل البلاستيك اليمونتير اللي اوتوريزي مسموح به انت ما تعرفوش. هذا ممنوع. هذا في حد ذاته ممنوع. أما النظافة فحدث ولا حرج، صراصير وحشرات. أنا لقينا الكفار هنا. هذا ما نقدرش نديرها يجينا هنا من لي باتيمون هنايا. هذا يدخلنا من لي باتيمون. تقدر ديزانفيكتي تقدر تجيب البرودوي تاع الكفار ويقتل ويموت. والله غير خاسرين عليه بالك كثر. سما نخسروا عليه نخسروا بزاف عليه. ما حبش يروحنا ويجينا منها من لي باتيمون. احنا في هذا المجال نقولوا أن الرقابة زيادة عن الرقابة الذاتية تاع التاجر لابد أن تكون هنالك رقابة المستهلك أولا. لأنه يعني مستحيل أنه كل الأعوان راح يراقبوا كل المطاعم وراح يراقبوا كل محلات البيع ويراقبوا كلش وغير ذلك. المواطن يبلغ، ولما يبلغ المواطن الأعوان يروحوا. لما يشوف أنه هنالك نقص نظافة، لما يشوف أنه هنالك مواد منتهية الصلاحية، لما يشك في بعض المنتوجات عليه أن يبلغ. وهذا هو السلوك، لأنه إذا هو تفطن ممكن شخص واحد آخر ما يتفطنش وممكن يموت. مهمة جدا يعني أنا نقدر نعطيك واحد الحادثة صارت، يعني أمر شفته أنا خصوصيا جاية من منطقة من مكان، قلت جيت تدخل فاتيكي قلت نروح ناخذ حاجة ناكلها. صدقي بالله أنا وقفت باش ندخل نشوف حاشاك ان كافة في الواجهة. يعني السيد اللي كان واقف كان ياكل يعني بشهية مرهفة ويعني مرتاح الآخر. كي قلت له يا اخي شوف الواجهه واش راك تشوف؟ قال لي راني ناكل. قلت له هدرت مع مول المحل قلت له يا اخي هذا خطر واش راك دير؟ هذا خطر يعني جريمه، هذه جريمه راه في حق الشعب. انا مانيش شايفه كيفاش راهم ياكلوا هكا. قال لي واش دخلك؟ ليتم تحرير مخالفة بشكل فوري في حق صاحب المحل. لازم نتكلموا على النقائص اللي وجدناهم داخل هذا المحل. مادام هي بيتزيريا وتقدم يعني خدمه للمواطن يجب احترام شروط وقواعد النظافه. اذا بالنسبه للمرسوم التنفيذي المتعلق بالزاميه احترام شروط وقواعد النظافه، هنا بعض النقائص اللي سجلناها وانتم راكم لاحظتوها، مثلا وجود حشرات، مثلا هذا الكفار القرلو، مثلا بالنسبه لاستعمال بعض الاواني الغير صالحه للاستعمال اصلا، مثلا تبقى وسخه تبقى مصدده، هذه تدخل في ضمن النقائص. بالنسبه ايضا ل مثلا الغطاء غير مستعمل في بعض المواد الغذائيه اللي باش تسمح بدخول جراثيم وتدخل مثلا حتى بعض الميكروبات ممكن تتنقل مباشره تنتقل الى المواد الاوليه وبالتالي قد تتسبب في بعض التسممات الغذائيه. إذا هنا المخالفة مكيفة حسب النص عليها القانون 0903 الصادر في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. هنا بالنسبة لنا احنا المخالفة كالتالي، وهي عدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية. إذا على الفور احنا قمنا باستدعاء المعني إلى مديرية التجارة وذلك لتحرير باش نحروا ضده محضر معينه وتصريح، وبالتالي يترتب عن هذا المحضر اما غرامه ماليه اذا قبل بها المعني والتي تتراوح بين من 5 ملايين سنتيم الى 100 مليون سنتيم حسب ما ينص عليه
بطبيعة الحال قانون المالية وكذلك والقانون كذلك، وإن رفض دفع هذا الغرامة المالية أكيد أننا سنحل الملف إلى المتابعة القضائية. جولتنا الميدانية لا تزال في بدايتها. محل آخر بعث فينا ارتياحا كبيرا، أرضية نظيفة وواجهة تسر الناظرين، لكن الصدمة الزيت المستعمل للطهي قديم. الزيت هذه وقتاش درتها؟ البارح. من البارح ما تبدلهاش؟ نهار بنهار نبدلها. واش تبدلها نهار بنهار؟ بالعدد المرات اللي تطبخ فيها، اللي طيب فيها ليتريتها حمراء. حمراء قدر تفهم دارك. نو دونك نقول لك علاش، لازم نشرح لك وليدي الأخ. فهمني بالعقل وياخذ يديك. نفهمك علميا. علميا. إذا كان تغير اللون تاع الزيت من اللون الطبيعي تاعو أصبح راح نحو الإحمرار، واش تصبح؟ معناتها نسبة البيروكسيد ترتفع داخل المنتوج، داخل الزيت. لو بيروكسيد، هذا البيروكسيد هذا سي كونسيريجين، هذه هي اللي تتسبب في مرض السرطان. وحسب صاحب المحل فإن الخلل يكمن في نوعية الزيت. لا كاليتي تاع الزيت مانيش عارف صدي بو لا كاليتي، كاين كاليتي اللي تصبر وكاين كاليتي ما تصبرش، ما نعرفوش من كاليتي اللي تصبر. احنا الزيت براسك يعني نهار بعد نهار نبدلوا الزيت. وحده هو مشكل. Parce que c'est des huiles qui sont transformées, elles sont industrielles. Donc زيد مع درجة الحرارة اللي تكون عالية باسكو القليان donc la friture. Donc automatiquement c'est une huile qui est très dangereuse pour la santé. على بروشان ان شاء الله باذن الله كل شيء ملتزمين به بربي ان شاء الله. احنا ما جينا باش نعرفوا باللي الزيت هذا يسبب امراض، نعرفوا باللي يسبب ماذا بينا ما نكونوش سبه في مرض اي شخص. أطعمة فاسدة تمر إلى بطون الجزائريين آمنة مطمئنة تسرق منهم عافيتهم. أنا ضحية تسمم غذائي لهذيك لاني مأطرة من هذا الباب، وكانت تقريبا وصلت يعني كوما. سيتي ميكروب. تفاصيل واش كليتي؟ كليت بيتزا. ما نكذبش، جيتي بريسي دالي دو ريبروندر لو ترافاي. جي بري دو لا بيتزا. D'habitude, je la prends avec moi, ناكلها في الخدمة، mais هذاك الوقت قلت لي tiens, je vais la manger tout de suite parce que c'était juste un morceau. ومن بعد هذيك عانيت معاناة شديدة يعني. كانت j'ai perdu beaucoup de liquide يعني déshydratation تقريبا، ودخلت hospitalisé. ويعني هذاك جاني شوك. تعرضت خطرة في رحت السدي في الحراش. انا كليتو نحسو يبيكي في اللسان تاعي ياكل. العشيه هذيك حكمت لي توكسيكاسيون، رحت للطبيب وحكيت له قلت له واش كاين، وبعد خرج لي الحب، خرج لا ليغشي، خرج لي الحب، عطاوني 3 مو. من ذاك النهار وليت ما ناكلش السردين برا. بلغت على هذا المحل؟ لا ما بلغتش، باسكو انا ما بلغتش. دوك خممت قلت دوك نبلغ بالك عنده دراري بالك. Et l'infection هذيك تاني elle peut déclencher d'autres problèmes parce que il y a de l'inflammation et donc ça peut être من المشكل تاع الألم في البطن، الإسهال. كاين تاني نوعية تاع التغذية جينيرالمون لي ساندويتش لي بيتزا، ستادير كاين بزاف الناشف وين كاين دقيق وكامل، دونك اوتوماتيكمون عندنا تاني مشكل تاع الإمساك، النفخ. دونك هادو هما يعني الأعراض الأكثرية اللي راهي تجي ويشكي منها المريض من بعد. تحقيقنا لا يزال متواصلا. الساعة تشير إلى منتصف النهار. لفت انتباهنا طابور من المواطنين أمام محل مشهور ببيع الخبز التقليدي وصنع البيتزا بالجزائر العاصمة. هنا في واجهة المحل تعرض أشهى وألذ المأكولات، لكن ما وقفنا عليه في دهاليز المطبخ مقزز وكارثي. واش البلاستيك هذا؟ تبعني. قول لي اشوف فيا بلا ما نجوزوكش من جوزوك. اروح منا برك، قول لي هذا واش هذا؟ هذا ماناش نخدموا حابسينها.
هذا وهذا وهذا البلاستيك، هذو الاكياس. ارواحي الاخت جويده، هذا الاكياس دائما انت ما عليه تجي عندنا، ما عليه تجيو. الصراصير بمختلف الأحجام تغزو المكان، حتى في صلصة الطماطم وعجينة الخبز والبيتزا. الصراصير لو ما لقاتش المكان الملائم لها ما تكونش يقدر يقضي عليها باستعمال الادويه اللي تقضي عليه، ولازم يكون سهر. وهذه الصراصير ما تنساش هي ثاني تحمل، راهي تمشي في المجاري، المياه حاشاك الوسخه في المجاري الى غير ذلك، وتتنقل وين تروح للمواد الغذائيه، وبالتالي تنقل بعض كذلك الميكروبات وبعض الجراثيم عن طريق اللي تنتقل عن طريق هذا الصراصير والفئران لغير ذلك، ويصبح الانسان في حاله يرثى لها. أواني قديمة أكلها الصدأ وغير نظيفة تستعمل للطهي. خلاص في 2020 ورانا على مقربه من 2021 ما بقاش. اذا كان بقينا نستعملوا امور كما هذه، كما شفتوا لاحظتوا، خلينا نقولوا الطابونه وخلينا نقولوا الاواني هذه المستعمله، هذه مقله، وهذا طنجره يعني والله العظيم هذا يعبر على ماه. كيما تجي تعبري بها ما تقدريش، كيما تجي تحكمي على الانسان هذا التاجر هذا اللي يستعمل مثل هذه الاواني، تقول يا سبحان الله، هل من باب الشح؟ وأسرة لنوم العمال داخل مكان تحضير الطعام. وش هذا رانا ورانا هذا في الهند والله ورانا هذا ايش كواسا، واش دخل شومبرا داخل لا بولونجري. والسيق هذا ما كاش مي بالايراسيون، ما كاش ما يدخلهاش الضوء الشمبره هذه يشيلونها هذه. تفتيشية التجارة لسيدي محمد بعد عملية المراقبة والتفتيش التي قمنا بها على مستوى هذا المحل التجاري، عينا مخالفتين. الأولى متمثلة في عدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية، لعدم وجود بعض المعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال، على سبيل المثال وجود كثيف للصراصير، استعمال أواني يعني متسخة، استعمال أواني أيضا قديمة، استعمال سينيات وطاولات بها صدأ وبها اتساخ، وضع مادة الفرينة على الأرضية مباشرة. لمسنا أيضا وجود طابونة متسخة جد متسخة لا تنظف بصفة دورية، إضافة إلى وجود عطب وكسر على هذه الطابونة. استعمال الأكياس السوداء، وهذا مضر جدا بالمنتوج الغذائي. الأكياس السوداء يجب استعمالها للنفايات، يجب استعمال أكياس ذات بلاستيك غذائي. أيضا خلط ملابس العمال مع المواد الغذائية. استهتار وتهاون كبيرين من قبل بعض مالكي محلات الأكل السريع أو لصوص الأطعمة الذين يسرقون الناس عافيتهم ويبيعون لهم المرض في صحون نظيفة. نعتقد أن الرقابة القبلية والصرامة في تطبيق القوانين، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعرض السلع، نقل السلع، تخزين السلع، أمور جد مهمة لتفادي هذه الحالات. احنا نقول لهؤلاء التجار نوجه نداء، خافوا ربي، احنا عيينا، انا شخصيا والله عييت. العقوبات كذا 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 وصارمه، والحمد لله ناخذ كل الاجراءات القانونيه اللازمه، لكن على هذا التاجر ان يعي جيدا مسؤوليه التاجر بالدرجه الاولى، هو مسؤول. يا خويا كونوا نقيقيين يرحم والديكم، ويا شعب يفو ماشي غير مونجي يا حاضروا على لا سونتي تاعكم. انا راني جي 75 الحمد لله، جو ني با دو بروبليم غاستريك هنا، باسكو بكري نعرف واش ناكل، نعرف
الحاجه اللي مسمومه. الكل يفضغ تاني فير دي زيفور، وقلت لك يعني كاينين دي زوندروا اللي راهم داروا ديجا بداو يبدلوا في هذا المجهود انهم يقدموا اطعمه اللي تكون بلو صحيه. انا نقول هذا الناس هذو اللي يبيعوا لنا الاكل هدايا، نقول لهم الله يا ربي يهديكم، حنا عطينا لكم الثقه التامه والكامله لكم انتم اللي راكم تعطونا هذا الاكل. انا نقول لهذا مولين المحل خافوا ربي، كي تكون عندك اون كونسيونس وتخاف ربي الدراهم يدخلوا، وربي يوفق لك وربي يرزقك بالدراهم الحلال. كما تابعتم في هذا التحقيق مشاهد صادمة ومقززة من كواليس بعض محلات الأكل السريع في الجزائر، ليبقى الضمير الحي ووعي المواطن هو الرادع في مثل هذه الحالات. إلى اللقاء.